محاولات متواصلة من الإعلام الشريك في سفك الدم السوري لتأجيج الأوضاع وبث الشائعات عبر الفبركات واختلاق الأكاذيب الرخيصة وتزوير الحقائق. وتلفزيون الدنيا يتابع كشفه لعمل هذه الوسائل انطلاقا من رسالته الإعلامية الوطنية. ظن مراقبون لفترة أن التحريف واقتطاع الكلام وتكييفه ليخدم اتجاها معينا ظنوه في الفترة الماضية حاصلا فقط عندما يكون صاحب الكلام مسؤولا سوريا مضافا إليه أن يكون الحديث عن سوريا، والحديث هنا طبعا عن الأشهر ال9 الماضيات. هذان الشرطان فيهما شيء من الصحة وفق ما أثبتت التجربة، إلا أن بعض التعديلات طرأت عليها، حيث بات يكفي أن يكون الحديث عن أمر يخص سوريا ليكون وسطا قابلا للتحريف واللعب، ولم يعد يشترط أن يكون المسؤول سوريا. المؤتمر الصحفي الذي عقده في 17 من كانون الأول كل من الأمين العام للجامعة العربية بالإضافة لوزير خارجية قطر حمد بن جاسم لم يكن فيه مسؤول سوري، ولكن الحديث كان عن سوريا، لذلك لم يسلم من تقويله ما لم يقل. حمد بن جاسم وفي معرض حديثه عما سماه حرصه على إيجاد حل في سوريا تحدث عن فترة زمنية يتوجب خلالها حل الموضوع، وإلا فإن الأمر سيخرج من يد الجامعة. أنا أعتقد أن هذا الموضوع إذا لم يحل في خلال الأسابيع أو الشهرين القادمين الموضوع سيخرج عن السيطرة العربية. بن جاسم قال شهرين، وبعدها استمر المؤتمر، ولكن المحطة وفق ما رأى مراقبون وجدت أن فترة شهرين أطول وأقصى من أن يحتمل خلالها عناء الهجوم على سوريا إعلاميا على الأقل. فما كان غير أن صاروا الشهرين شهر وكمان تقسموا على 2، فقيل في خبر مكتوب أعقب كلام حمد وعلى لسانه هو: إذا لم تحل الأزمة خلال الأسبوعين المقبلين فستخرج عن السيطرة العربية، بينما التقدير الحقيقي كان شهرين. فإذا كان وزير خارجية قطر ما سلم من الجزيرة وهي إله فلا عتب، يقول مراقبون. في تاريخ 16 من كانون الأول عرضت الجزيرة مقطعا قالت فيه إنه يظهر قوات ودبابات للجيش السوري في الحراك بمحافظة درعا، وهم يمنعون المصلين من أهل المنطقة من أداء فريضة الجمعة. إن قوات الجيش والأمن منعت المصلين من أداء صلاة الجمعة في بلدة الحراك في محافظة درعا. وفي الصورة تظهر هذه الدبابة وهذا الصوت. يمنعون الناس من إداء الصلاة، هذه الدبابة مقابل هذا المسجد. نكرر، في الصورة تظهر هذه الدبابة وهذه الحركة حولها، طفل يمر وبيده دلو يريد قضاء حاجة له على ما يبدو، بالإضافة إلى أناس غيره في المكان. وهنا يسأل مراقبون، اجوا خصوصي ليقولوا هالكلمتين ويمشوا، ما الدليل في هذه الصورة على أن الجيش أو عناصر فيه تمنع المصلين من أداء فريضة الجمعة، غير صوت المصور الذي صور وقال ما قال؟ الجزيرة هنا قد تقول لم نكن متواجدين في المكان لنتأكد من صحة المقطع. وهنا يقول مراقبون غير الأولانيين، بما أن الأولانيين راحوا، المقطع واضح ولا حاجة لأحد أن يكون هناك ويتأكد، فكيف يعرض ويتبنى مقطع يقال عنه إنه يظهر منع الجيش السوري للمصلين عن صلاتهم، ثم أين من يمنعونهم؟ بل أين المصلون أصلا؟ هادي العبد الله شاهد على الجزيرة، تارة يعامل كشاهد وتارة كمحلل ومراقب للوضع، ويسمى بتسميات تناسب المقام الجديد لشهود العيان، وفي وقت لا يتوقف فيه
عن القول بأن الثورة سلمية ولا سلاح فيها، تأتيك من هنا وهناك دعوات للتسليح وأخرى للتدخل الخارجي، وهذه واحدة على لسانه. ونحن لذلك نطالب المجتمع الدولي ونطالب الجامعة العربية مرارا ونرجو بها بقية من الأمل بأن تدعم الجيش السوري الحر. مع كل ما تقدم فإن المفارقة ليست فيما سبق قوله. المفارقة أن هذا الشاهد نفسه كنا قد أثبتنا بالدليل في تقرير سابق أن صوته هذا هو صوت مزيف يتم التلاعب به لإخفاء هوية صاحب الصوت الحقيقي. من الدخول إلى الحي. نعم. أيضا على الرغم من كل ذلك انطلقت مظاهرات حاشدة في كل أنحاء حلب على مناطق كثيرة من الحي خصوصا في شارع التسويق. والسؤال الذي يطرح نفسه على المراقبين فيعيدون هم طرحه: ما الدافع إلى أن يتم تحريف الصوت بهذا الشكل لو لم تكن هوية صاحب الصوت الحقيقي قابلة لأن تعرف، ويعرف معها ربما أن الشخص ليس موجودا في حمص أصلا؟